عليكم، ازيكم عاملين ايه يا ولاد؟ اخباركم ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. احنا دلوقتي ناس كتير قوي 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 قالوا لي يا ليلى يا اختي احنا عايزين نشوف المحشي بتاعك من الاول للاخر كده. دايما تجيب لنا المحشي بتاعك كده وانت عاملاه وخلاص. والله يا ريت كنت بعمله كتير في القناه وعملته كتير، بس ما بلاش حد يصورني، فعلشان كده ما برضاش اعمله، فاهمين؟ فانا النهارده عملت لكم من الساس للراس، من الراس للساس، صح؟ من الراس مش عارفه بقولوا ايه، مش عارفه، في امثله كده بس أنا ما اعرفش فيها يعني. المهم، بسم الله. عملت لكم شويه محشي، انما ايه، عظمه عظمه على عظمه. تعالوا توريني المحشي ده، انا لسه راح اوريكم عند حماتي. انا بس بوريكم كده يعني، مش عاوزه افتحه واعمله عند حماتي، هعمله لكم ماشي. وديت الفراخ اهي محمره ومخليها فله شمعه منوره، والشوربه اهي اللي هعمل بيها الشوربه دي، هعمل بيها المحشي الملوخيه. مش عاملة مخلوق يعني. ايه، مش عامله لكم ملوخيه ليه؟ اما اروح عند تيتا هعمل لكم ملوخيه وابعت لكم مع سيف ملوخيه، لكن انا عاملهم محشي انا برضو للعيال. وديت الشوربه لعبد اخويا، حد بيحب الشوربه. وده المخلل اللي هو يا ولاد اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، قربت خلاص اكل. طبعا انا حكيت لكم الفرخه ديت جت منين وازاي في الفيديو. هروح برضه هطش المحشي كده واوريكم عند حمات، متقلقوش. متنسوش بقى تحطوا لايك على الفيديو وتتفرجوا على الفيديو الاخر، الله يبارك لكم. المحتوى الهادف دايما هو مش متشاف بس دايما يعني ايه، دايما معروف، ودايما بيبقى كده مطبوع كده. مش قصدي مطبوع ولا معروف، لا، قصدي ان دايما الناس بتدور عليه بس ما بتفرجوش عليه. يعني مثلا واحده على طريقه المحشي مش عارفه بطريقه مين، طريقه الفراخ بطريقه مين، مكرونه بشاميل، فبيطلع لك في المقترحات، فانت بتاخدي كده الفيديو تتفرجي عليه، فده حاجه بتتعلمي منها وحاجه محترمه. بص انا مش عارفه انا بقول ايه. المهم تعالوا نروح عند حماتي ونشوف هنعمل ايه ونتفرجوا على الفيديو الاخر. جيت لكم عند حماتي يا ولاد، عملت ملوخيه الخضراء اهي اهي، وشويه شوربه اهي، والمحشي اهو. انا بس بوثق معاكم اللحظه، شايفين؟ طبعا هو سخن اهو. والفراخ اهي. ازيك يا مام؟ ازيك يا مام؟ ازيك يا ابو جان؟ ازيك يا سيف؟ حاسب يا سيف، حاسب يا سيف، ما تقطعش دي عشان عايزه دي عشان عبده، عشان اعمله له. ايه ده؟ واد بيقطع وخلاص. يلا يا واد بقى روحوا على الفيديو، اتفرجوا على الفيديو ماشي؟ ماشي يا حبايب قلبي. دلوقتي ايه نعمل معاكم ايه التسبيكه بتاعه المحشي. ناس كده بيقولوا اعملي لنا تسبيكه المحشي، ما انا عاملاها 100 مره، بس مش مشكله، لاجل عيونكم نعملها كمان ايه 101 مره ماشي. مع سمنه بلدي، نعمل محشي بسمنه بلدي وزيت. يا سلام بقى يا بنتي يا لولو، السمنه بلدي بيخلي المحشي حاجه تانية، اقسم بالله روعه، بيخلي طعم الاكل للمحشي غير الليه كمان. يعني الليه بتاعت الخروف بتبقى حلوه، بس السمنه البلدي احلى. المحشي ما هو الا بصل، تكتري بصل تاكلي احلى محشي، لازم يبقى بصل كتير كده اهو، هتخلي المحشي روعه روعه روعه. ما شاء الله انا عامله يجي 5 بصلات وزياده، شايفين؟ ابني ما بيعيطش، ابني عنده سخونيه، لأنها بتعمل مكرونه واحنا بنعمل محشي من بكره، يعني كل واحد بيعمل اكل هو واقف. معايا كمان فلفل، عندك بقى فلفل الوان حطي، فلفل حار حطي، فلفل بارد حطي، بيخليك جميل قوي الصراحه يعني. ليه ما تحطيش ملح يعني؟ لسه هحط ملح، هحط شويه زيت بس مش دلوقتي، واحط حته سمنه بادي بس مش دلوقتي برضه تاني. هحط ملح عشان بيساعد على ايه، يخلي البصل يتدبل بسرعه، فاهمين؟ فاهمين يا اختي؟ احنا شطار احنا كمان. بس الناس قالوا لي والله انا ما بحبش البصله تكون متحمره قوي. وطي شويه، وطي وطي وطي.
بحبهاش بتبقى متحمره قوي، بحبها دبلانه كده بس. 3 كبد و3 قوانص قلت اما اعملهم للعيال كده ياكلوهم مع حبه المكرونه دي. شايفين؟ انا ما بحبش اعمل البصله غير كده، يا دوبك تتبل، لا بخليها حمرا ولا بخليها صفرا ولا اي حاجه، بتخلي المحشي طعمه روعه. معايا صلصه بقى، يبقى ايه افضي ايه الصلصه عليه، تبقى جميله قوي قوي قوي. صلصه كمان ايه، وصلصه كمان ايه، فما اجيب الصلصه احط اهي. شايفين؟ بس هقلبها بقى واسيبها خالص لما تتسبك. مش هحط الفلفل ولا الفلفل الاسمر ولا البهارات دلوقتي خالص، لما تتسبك خالص ماشي. وبعدين بقى نحط الفلفل والحاجه عشان ما تغمقش الصلصه. غطي بقى، غطي واما تتسبك هجيلكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، شايفين الصلصه سبكت ازاي؟ ناخد بقى صلصه كتيره ماشي، كتيره على المحشي، هاخد شويه ولو احتاجنا هنحطها، فاهمين؟ احتاجت صلصه تانية هحط، بس دي حلوه قوي، دي كتيره برضه، حطيت شويه اهو. دي بقى نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هزود شويه ملح، وهزود معايا بقى ايه 7 بهارات، 7 بهارات وكمون. ما عندكوش ال7 بهارات وكمون لا دي بهارات محشي، ما عندكوش بهارات المحشي يبقى 7 بهارات وتحط شويه كمون. يا لهوك عليكي وسنيك الزرقاء يا ليلى، ايه اللي انت عملتيه ده؟ ده انا حطيت العلبه كلها يا غمك النيله. ونحط فلفل اسمر وشطه ماشي، فلفل اسمر. ونحط شويه ايه شطه. الله الفلفل الاسمر ريحته جميله. فين الشطه يا ولاد؟ شطه اهي. ونحط كزبره، شويه شطه. يا لهوي الشطه ديت نار جهنم. ايه يا حبيبي؟ حاضر يا ابني، ثانيه واحده بس انا جايلك اهو ماشي. نحط شويه كزبره ناشفه اهو بس. يا لولو هتعمل دلوقتي، هتقلب الكلام ده كله في بعضه اهو. وبعدين نحط ايه الرز. انا الله يرحمها معودانا نعملها كده. في ناس بيطفوا على الصلصه وخلاص بقى كده يقوموا حاطين بقى الرز وخلاص والخضره، لا انا بحب اشوح كده الرز مع الصلصه على البوتاجاز اهو. ما شاء الله الصلصه حمراء وجميله اهو، شايفين اهي. لسه بقى نحط الخضره اهي، وانا غاسله الخضره ومخليها زي الفل. نحط الخضره بسم الله الرحمن الرحيم. في بقى كمان تركايه حلوه قوي للناس اللي بيعملوا اللي بيسبكوا، اللي بيخلوا البصله تصفر. يعني ساعه ما انت بتصفري بقى وتحطي طماطم والحاجه، لكن انا حاطاه ني في ني، يعتبر ني في ني. بنقوم بقى دلوقتي جايبين بصلايه كبيره ونبشرها ونحطها هنا كده، فاهمين؟ انا ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، يعني على حسب المزاج بتاعي. يا سلام يا سلام على الجمال. شايفين بقى يا واد صلصه المحشي عامله ازاي؟ لونها روعه اقسم بالله، الكاميرا ظلماها بس استنى. لونها جميل قوي قوي قوي، لونها احمر وجميل قوي. بصوا تعالوا اوريكم اهو، بصوا عامله ازاي صلصه المحشي اهي. واطفي بقى وانت عم نحشي مع بعضنا يا ولاد. ده الخيار يا ولاد المخلل، وريهم الخيار. الخيار اللي انا كنت مخللاه تاني يوم كلت منه. ديت بقى الخلطه، وده الورق اللي كنت بسلقه معاكم وانا في اللايف. وشويه الشبت البتاع ده اسمها ايه، بقدونس. ما انا قلت له حطي يا ليلى شويه، حطيته يا ايمان
رغم ان انا بحط حاجات من دي يعني، وساعات ما بحطش والله ما بتلسعش ولا حاجه. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، تعالوا يا حبايب قلبي. في ناس كتير لما بييجوا يعملوا المحشي بيرصوا الاخضر الاول، الاخضر الاول في قعر الحله، وبعدين يرصوا الابيض. ماشي. الناس طب وما بيجي يقلبوا الحله بيلاقوا الاخضر بتاع الابيض اللي تحت والاخضر اللي فوق. خليكم ناصحين كده يا ولاد. ها، اعملوا الاول الابيض وبعدين الاخضر في الاخر. طبعا الناس بيعملوا كده عشان ايه؟ يبقى يعني شكله حلو فوق، يعني ما يبقاش فيه ورق اخضر يعني. فاهمين؟ فاهمين. بصوا بقى يا ولاد، حاول لكم تقلب بالله العلي العظيم. تاخدوا حبه رز صغيرين كده وتتنوا حته، تتنوها كده عشان الرز ما يطلعش، اكنكم بتلفوا ايه؟ ورق عنب اهو. شايفين اهو؟ كمان اهو. حتى لو ورقه مقطوعه ولا فيها اي حاجه بعملها. ما تحطوش رز كتير، حط رز حبه صغيرين مش كتير قوي عشان خاطر ما يطلعش ثانيه. ماشي. ما تحطوش رز كتير عشان خاطر ما يطلعش من ايه، من قلب الصابع، وتلاقي الحله كلها رز اهو. وتجمدوا بقى، جمدوا كده في قلب الحله، تجمدوا في قلب الحله، تجمدوا الصبع وانتوا بتلفوه، تعملوا كده وتضغطوا عليه جامد كده بايديكم الاتنين كده اهو عشان ما يفكش. ماشي اهو. انا قلت اوريكم بس كده كام صابع وانا بلف. انا بقى بلف كده يعني اهو. اهو انا بلف قدامكم، انا ما بحبش ارمي كده. امشي يا حبيبي، انا ما بحبش ارمي كده. انا بس ايه، انا قلت اعمل قدامكم وارص بقى في الحل. اخلص بقى يا ولاد المحشي الجميل بتاعي ده. اي ورقه مقطوعه اي حاجه انا بعملها، ما برميش ولا تنتوفه اهي. يعني مثلا اقول لكم ايه، مثلا ورقه مثلا مش لاقيه ورق مقطوع مش مشكله، مثلا ورقه زي دي كده ما برميش دي، بحطها كده اهو واقوم حطها جوه كده اهو ونلف اهو. بس يا ولاد خلاص بقى واوريكم في الاخر. حبايب قلبي عاملين ايه يا حبايب القلب؟ وحشتوني قوي من وانا بلف المحشي. طبعا يا ولاد انا لفيت معاكم المحشي اهو، شايفين عامل ازاي؟ والحبه دول فاضلين الايه كمان. وعملت ايه كمان؟ يا سلام على شويه الشوربه دول يا بنتي يا لولو. شوربه دسمه جدا جدا جدا، حاجه فاخر من الاخر. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ هقول لكم الشوربه دي بتاعت ايه. الشوربه دي يا ولاد احكي لكم حكايه الايه. الشوربه ديت بتاعت فرخه. ما احنا عارفين يا اختي ان هي بتاعت فرخه مش بطه. ماشي. الفرخه دي كانت عندي ايه، بتاعت اخويا، بتاعت عبده. كان في فرخه وديك عندنا بتوع عبد اخويا. ماشي. قعدنا نربهم له. قال لي ايه يا ليلى خديهم، قال لي سيف يعني خدهم يا سيف لما الفرخه تبيض، وخد الايه تبيض وتفقس كتاكيت وتجيب لي الفرخه والديك. قال له ماشي. الفرخه قعدت عندنا اكتر قرب سنه، لا وكل ما تبيض بيضه تاكلها، كل ما تبيض بيضه تاكلها. قعدنا نربيها له يا اختي، وبعد ما ربناها له يقولك هاتوها لنا، هاتولي الايه البتاع بقى، هاتوها هنديها لك هي بالسهل كده؟ لا يرحم امك يا حبيبي، لا يا قلب امك، لا يرحمك يا امك. المهم قلنا لا لا. قلت له احنا ناخدها يا عبدو، تاخد الديك وهناخد الفرخه، نعمل على الفرخه نطبخ الفرخه. قال لي بشرط. قلت له قول. قال لي تعزميني على الفرخه. قلت له طب يا اخويا. وخدنا الفرخه بتاعته وقمنا رايحين سويناها، وخدنا الشوربه الجميله قوي ديت فراخ هندي زي البلدي كده بس اسمه هندي، عامل زي البط. بصوا الورك بتاعها عامل ازاي اهو. الورك بتاعها عامل زي كانك بتاكلي بط بالظبط، احمر لحمته حمرا خالص. المهم قلنا ايه، جبت الفرخه بتاعته وقمت رايحه ماسكاها مسويها، وجبت كمان عليهم وركين وقلت اديله ورك ونقسم الباقي علينا وحماتي وكده والعيال. ماشي. يعني الفرخه اللي احنا عاملين عليها لسه كلها بتاعت عبد اخويا. المهم نسقي دوام كمان شويه للعيال. وما بيحبش المحشي اخويا صدقني بقى، بيحب محشي ما بيحبش محشي الكرنب قوي، بيحب محشي الكوسه. وما بياكلوا بيشيل كمان البتاع ده اسمه ايه، بيشيل شايفين شويه رز الحلوين ده هم شايفينهم، هسوهم لعبده، هدوم له بدل المحشي. شفت واحد بيحب المحشي ما بيحبش المحشي،
كانت امي يا عيني لما كان تيجي تعمل اكل تعمل طبيخ ورز جنب المحشي عشان خاطر عبده، عشان ما بيحبش المحشي، رغم ان بياكلوا يعني، بس هو ما بيحبوش يقعد يزعق لنا وياكلوا. المهم نسوي حبه الرز دهم كمان، ماشي، وناخد له برده شويه شوربه معانا لعبده اهو، نسويهم له ونسوي دول ونسوي دول، ماشي. دي خلاص كده نعملها كده، وهو المحشي بيستوي كده. الشوربه دي هنقسمها شويه لعبده وشويه لحماتي، نعمل بيهم ملوخيه لما نروح عند حماتي. هنعمل ايه دلوقتي بقى بنتي يا لولو؟ يا سلام بقى، يا سلام على التركايه الحلوه دي. طول ما انت عندك سمنه بلدي نعنشي نفسك، نعنشي نفسك يا ليلى. السمنه البلدي اهي، ناخد بقى حته كده نوزعها هنا كده، تخلي المحشي روعه، كانك عاملاه بايه اهي. شايفين بقى هتسيح دلوقتي ويتشربوا الحاجات الحلوه دي كده. يلا شاء عنا واحد محوش يظبط الدنيا وخلاص، رغم ان انا كان نفسي عينها يعني ايه اعمل بقى حلويات تبقى حلوه في الحلويات في الاكل الحلو ده، يعني نستخسر في نفسنا يا ولاد. اوعي تستخسري يا بت، اوعي. يا سلام، ده انت نعنشت الدنيا، ده حماتك هتفرح بيك قوي يا لولو. نقفل دي ونروح نحمر الفراخ ونسوي دي، ونحط برضو العيال ولادي برضو حته سمنه وكده، بس انا بوريكم بس الاصل يعني، فاهمين؟ واما يستوي الولاد بقى نوريكم الحاجات الحلوه دي في الاول الفيديو، ماشي. اشوفكم على الف خير يا حبايب قلب اللول.